كان هناك ولد يدعى سامي يبلغ من العمر 12 عاما، يعيش في حي هادئ مع قطته الصغيرة لولي. كانت لولي ليست مجرد حيوان أليف، بل كانت صديقته المقربة، ترافقه أينما ذهب، وتنام إلى جواره كل ليلة، وتموء بلطف كل صباح لتوقظه. في أحد الأيام اضطر سامي للسفر مع عائلته إلى مدينة بعيدة لظروف طارئة، وترك لولي في رعاية جارته الطيبة أمثاله التي وعدت بالاهتمام بها حتى يعود. مرت الأيام وطال غياب سامي لأكثر من شهر. كانت لولي تجلس كل مساء قرب باب المنزل، تنظر في الفراغ وكأنها تنتظر عودته، ترفض أحيانا الطعام وتبحث عن رائحته في أرجاء البيت. وأخيرا عاد سامي. عندما فتح باب منزله لم يكن يتوقع أن لولي ستكون أول من يسمعه. قفزت من على الشباك وركضت نحوه بسرعة، وكأنها كانت تحفظ وقع خطواته في قلبها. وصلت إليه، توقفت الثانية، نظرت في عينيه، ثم أطلقت مواء حزينا واحتضنته بشدة. جثى سامي على ركبتيه وضمها إلى صدره بقوة، بينما بدأت دموع لولي تنهمر. نعم، دموع حقيقية من عيون القطة التي اشتاقت إليه. بكت كما يبكي الإنسان، وكأن قلبها كان يحمل كل الشوق الذي لا يقال. همس لها: أنا آسف يا لولي، لن أتركك مجددا. ومنذ ذلك اليوم لم تفارقه أبدا، وكأنها خافت أن تغيب عنه مرة أخرى.